السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسلامة. كل سنة وانتم طيبين وينعاد عليكم الأيام دايما بخير. جاية لكم النهاردة بفيديو جديد ومختلف، فيديوهات من اللي انتوا بتحبوها، روتين وتنظيفات العيد، ونشجع بعضنا كده. والناس اللي لسه كسلانة وما عملتش أي حاجة، أنا جاية النهاردة وبقولك يلا قومي تشجعي. أول لما تشوفي الفيديو ده هتتحمسي وتقومي تخلصي اللي وراكي، وإن شاء الله الشقة اللي مش عاجباكي، المكركبة اللي فوق على تحتها، اللي قلبتيها ومش عارفة ترجعيها تاني، ان شاء الله هتخلص. بس نبدأ ببسم الله. نقول بسم الله ونبدأ. اول حاجة جايباها، جبت طبق كده وحطيت فيه المنظفات اللي انا جايباها. جايبة بقى كرور وعجينة ودوني وبرسل جل. الحاجات دي كلها بتتجاب بالكيلو او بالريتل. سايبة كده من عند بتاع المنظفات. الازرق اللي في ايدي ده برسل جل سايب، بجد ريحته حلوه قوي، بتعجبني وبينضف قوي. مكة هنا حاولت تشد طبق يعني، فلازم تكتشف كل حاجه. والابيض اللي في ايدي ده عجينه، برضو بتنضف كويس جدا، بجيبها من عند الراجل بتاع المنظفات. هنا كانت عمالة تزن، كنت بشوفها عايزة ايه، طلعت عايزة تمراية، واحدة تمر. هو بصراحة التنظيف مش سهل بصراحة، والله انا كل لما يجي في بالي فيه تنظيفات وترويق العيد ويروق شقتين فوق وتحت وغسيل سجاد، اعصابي بتتعب. بصراحة انا بحب ابدأ الترويق بتاعي قبلها باسبوع كده، علشان ابقى براحتي. لو حاجة ناسيها بعملها، علشان السجاد بتاعك يطلع ريحته تحفة بعد الغسيل، حتى بعد لما تفرشيه ريحته تفضل فيه. ودي تجربتي الشخصية بجد، بتطلع النتيجة حلوة اوي. طبق زي اللي معايا ده او جردل، تحطي بقى فيه مية، تحطي فيه المية الاول قبل المسحوقات، وانا هقولك ليه في نص الفيديو. تحطي بقى فيه الاريال بتاعك وبرسل جل ودوني وشوية كروكس ألوان. لو مفيش كروكس ألوان حط كرور عادي بس في قلب المية، مش على السجاد. وفي إضافة صغيرة خالص، مش هتتوقعي إنها هتعمل كده، بس تخلي السجاد بتاعك تحفة، والضيوف بتاعك هيقولهم ايه الريحة دي. بس كملوا الفيديو للآخر وهقول لكم عليها واحنا شغالين. لميت كده الموضوع في الحمام علشان تبقى كل العك والمية في الحمام ما نغرقش الدنيا. لميت بقى المشات الصغيرة والطويلة، جبتها وفرشتها كده واحدة واحدة في الحمام، ورشيت عليهم مية الأول، وبعدين رشيت عليهم مية بالمسحوقات اللي احنا حاطينها، وندعك كده كويس. وبتك على الحتت اللي هي فيها بقع والحتت اللي هي فاتحة. لو الأحسن لو انت بتعملي في مكان واسع، المدخل مثلا السطح في الأماكن دي، تحطي المشات كلها تفرشيها وترشي عليهم مية من غير أي حاجة، وتسيبيهم وتعمليهم واحدة واحدة. ليه بقى؟ علشان البقع اللي فيها تبوش لحد لما تخلصي اللي في ايدك وتروحي للتانية، علشان بس ما تتعبش نفسك ويحتاج مجهود بزيادة. تكون السجادة كده بايشة والبقع بايشة فيها شوية. بقيت اغسل حته حته كده والفها، واغسل الحته اللي انا لسه ما غسلتهاش، واتكيت على الحته دي شويه علشان الورده دي ابيض فرصاصي كده فاتح، كانت مبقعه شويه. نقول شويتين علشان كانت مكبوب عليها شاي. بعد لما خلصت كده بالفرشه، عايزه اوريكم وانا بغسلها ازاي، بشطفها ازاي. نقول على الدش بالدش الصغير اللي في الحمام ده، ورشيت عليها كده، شغلتها عليها، وبالمساحة عكس عكاس كده رايح جاي علشان الصابون اللي فيها يطلع خالص. وبإيد برش وبالإيد التانية ماسكة المساحة. يا ريت يعني يكون معاكم في الموضوع ده حد بيساعدكم. هنا بساعد نفسي بنفسي. هجيب مين؟ احنا الساعة 1 بالليل، وقلت هخلص بقى. كل واحد يعمل حاجته ويا رب ما يحوجناش لحد أبدا. واحدة واحدة كده على قدي وهخلص ان شاء الله. مش هروح لدي واقول لها تعالي ساعديني، ولدي تعالي ساعديني، ويقعدوا يتحججوا كده. الوقت ده بقى لفتها كده وصبيت عليها من فوق، وبقيت افتحها كده من فوق وانزل المية في قلبها. جبت فرشت المشاية التانية بقى. المشاية دي بتاع أوضة الأطفال، مش جايباها عليها أشكال كرتونية وديزني وكده، لا جايباها عادي. هنا الست مكة حشرة مناخيرها في كل حاجة، فيلا يا مكة اعملي لك دعكتين كده. مكوكة شاطرة وعايزة تساعد ماما، بس قلت لها كفاية عليكي كده علشان بتاعتي تقيلة عليكي، سنتين كده 3 وتعالي لي في نفس اليوم.
هنا بقى لميت المشايات الصغيرة دي، العتب اللي انا بحطها على العتب وفي الحلات الصغيرة، لميتهم كلهم ومليت البانيو مية وحطيت بقى فيه كل المسحوق اللي عندي، اريال وعجينة وكوركس وايه كمان وبرسيل جل وحبة دون كده، وحطيتهم وغطستهم كده في المية، قلت لهم بوشوا بقى مع نفسكم لحد لما الم الستاير. هنا بقى سميت بالله وبدأت ألم الستاير بتاع الشقة، الستارة دي بتاع الأوضة دي، أوضة الأنتريه ما غسلتهاش بقالي فترة طويلة يعني. بدأت بقى ألم الستاير كلها، ودي بتاع الصالة بتاع الشباك دي، لميت الستاير كلها إلا الستارة دي، قلت هجيب السلم وأحطه هنا وهجيبها، قلت هسيبها دلوقتي بقى وهخش اجيب بتاع اوضة الاطفال. رمضان كريم كان شغال، طلعت بقى على السرير واجيب الستارة. المشكلة في ستاير مفيش تحتها حاجة، اللي هي بتاع باب الانتري ده اللي هي بتاع الارج، بس قلت هجيب السلم، بس السلم كان تقيل عليا فهتصرف ان شاء الله وهطلع اجيبها. هنا كنت بخلع بقى الايه، بفك الحاجات دي اللي هي الحلقان بتاع الستارة علشان ما تعملش صوت في قلب في الغسالة، وافتكرت اللي فيه بقى ستاير تانية، الستارة بتاع أوضة النوم دي بتاع الشباك، كنت غسلاها بقى أسبوعين، بس قلت هغسلها بالمرة، هغسل كل الستاير. قلت بقى أنا هغسل الستاير بتاع الشقة كلها، غسلها من فترة أو مش غسلها من فترة، هغسل كله على بعضه. قلت بقى اقعد افك في الحلقان دي، ولسه في ستارة بتاع الطرقة اللي جنب التلاجة دي، لقيت مكة صحت، كانت نمت لها شوية، انا هنا فككت كله، عملت مجموعات كده، كل ستارة فككتها وكتبت عليها اسم هي بتاع الستارة، مثلا ستارة الانتريه كتبت دي بتاعة الانتريه، وحطيت كل مجموعة في الكيس لوحده كده، ومعاه الورق اللي مكتوب فيه علشان انا منساش ويتلخبطوا، وكل ستارة تبقى فيها ازيد او فيها اقل، ظبطتهم كده، هنا كانت بتساعدني وعاملين حبة فرح كده. الستارة دي اللي انا كنت بقول لكم عليها اللي هي جنب التلاجة كانت سهلة، جبت الكرسي وجبتها كانت واطية، دي جبت الكرسي لقيتها عالية عليا فدست على الجزامة وجبتها، الجيش قال لنا تتصرفوا، لميتهم بقى وحطيت حطيت في الاول 2 في الغسالة اللي هما الكبار، ومعرفتش احط معاهم حاجة تانية، هما الاتنين وقفلت عليهم. هنا بقى كنت حطيت كمية المسحوق اللي عندي وقفلت عليها وظبطت التايمر بتاعي، وقفلت زر الامان بتاع الاطفال، دي احسن حاجة في الغسالة. هنا بقى كنت بلم المفارش بتاع الارج الصغيرة، فالست مكة قالت لي ماما عايزة الفرح على ألبوم الفرح بتاعنا، يعني الألبوم ده بيتعمل كده علشان مكة تلعب بيه، بس هو معمول اصلا عشان مكة تلعب فيه تبوظ فيه بس. وبدأت هنا بقى احاول اصور واشيل المفارش الصغيرة دي، اجمعها كده، بقيت اشيل اللي فوقها دي البونبونيرات كده، وشلتها وجمعت وحطيتها تاني وجمعت المفارش الصغيرة دي، في تراب وعفرة وكده من التنظيف، وكمان كنت بقفل الشقة وبروح باليومين عند ماما، فقلت الترويقة تبقى ترويقة واحدة، لان الفترة اللي فاتت دي كنت تعبانة جدا، لو ملاحظين ان انا بقالي كام 5 ايام كده مش بنزل فيديوهات علشان مش قادرة اعمل حاجة والله، وكمان تعب وكسل وملل والصيام وكده يعني، فقلت بقى اقوم اشجع نفسي واشجعكم معايا، ومش بس تبقي متجوزة علشان تروقي شقتك او تروقي، لا ممكن تقومي تساعدي مامتك، تروقهم كده مع بعض، تقول لها لا يا ماما خليكي وانا هقوم بالواجب كله، المفروض ده يتعمل يعني. انا لما كنت عند اهلي قبل ما اتجوز كان شغل البيت ترويق البيت بيتقسم عليا وانا واخواتي، فالحمل بيكون خفيف شوية، التعب بيكون خفيف بيخف، فبعد الجواز بقى مفيش غيرك، فتعملي الحاجة بتاعتك بالراحة كده وواحدة واحدة، والشغل بيتعمل مفيش حاجة بتفضل، ومعانا ربنا. نكمل، انا شلت بقى السجادة سلكتها من تحت الكنب كده ولفتها كده علشان اركنها في جنب، واشيل الكنب ده ازحزحه من جنب الحيطة واكنس ورا وتحته واكنس الحتة بقى. عايزاكم كده وانتوا بتتفرجوا على الفيديو تصلوا على النبي وتنزلوا تعملوا لايك وتعليق حلو كده مشجع، واكتبوا لي في التعليقات انتوا بتبداوا الترويق بتاع العيد من امتى، من قبلها بكام يوم،
ومين اللي بدأ وخلصتوا ايه في الشقة؟ يلا شجعوا بعض كده ونشجع بعضنا في التعليقات. بدأت أكنس كده وأشيل الكنب وأكنس وراه، ومن تحته من جنب الحيطة، والنص البلاطة اللي هي من الحيطة من تحت دي أجيب من فوقها كده كنيس. ورحت أشوف الساعة لقيتها 2:30، فبقيت أخلص بسرعة وأجري كده ورا بعضي وأخلص بسرعة علشان نلحق الصح. هنا بقى لميت الكنسة بقى وجبت كده كله، بقيت ألم الكنسة وجبت جروف ولميته بقى علشان هفرش حصيرة كده أو قياس زي ما انتوا بتسموه. هنا بقى رحت جبت قماشة والزعافة بتاع العنكبوت، عارفة انتوا بتسموها ايه، وبدأت كده بالحتة اللي معايا وانفض كده التراب اللي على الانتريه وعلى الايدين والخشب بتاع الانتريه، وعملت بقى العنكبوت بسرعة كده وفوق الطي ده او البرقع جبت بقى القياس وفرشته كده، علشان بصراحة انا ما بحبش الشقة تبقى قرعة كده على البلاط، بحب افرش حاجة. والمفرشة الصغيرة حطيتها بقى في طبق فيها مسحوق كده وشوية مية ونقعتهم، وطلعت الدور اللي في الغسالة بتاع الستاير، وحطيت بقى كمية الستاير ال4 ستاير التانية حطيتهم دور واحد علشان هما صغيرين اصلا. حطيتهم كده كلهم بالشكل ده. بصراحة الحاجات دي بتشجع، لما بنشوف حد قدامنا بيعمل حاجة بيشجعنا اللي احنا نعملها، بخصوص اللي هي تكون صح مش غلط. مش اي حد يعمل حاجة قدامنا نعملها، لا، في الروتينات والحاجات دي في ناس بتحب الروتين ويتفرجوا على الروتين وبتشجعهم من الحاجات دي ومن الفيديوهات دي. هنا كنت طلعت الدور التاني كمان، يعني الثبات ده في الدورين وهنشرهم مرة واحدة. وكده خلصت الحمد لله. هنا بقى المشات الطويلة والصغيرة دي خلصتها الحمد لله، غسلتها شطفتها مرة بمية بس، غسلتها من الصابون اللي كان فيها، والمرة التانية مية وفوق ضفة من ده ده كان عندي منه 3 علب بس، علشان استخدامي منهم كان خفيف وهو اصلا الكمية كبيرة، فده فضل عندي والصلاحية بتاعته انتهى، وانا معرفش الحاجة تكون الصلاحية بتاعتها انتهت واستخدمها لا، فكان عندي وانا كنت بحطه في البخاخ بتاع المعطر. البخاخ كان فاضي وحطيت فيه ميه وكنت بحط منه في قلب الميه وببخ، كنت بغسل بحط حبة في ميه وبمشيه كده على الاساس، كان بيخلي الجو ريحته حلوة. المخمرية دي اصلا ريحتها حلوة وقوية جدا، فبقيت استخدمها واستغلها في الحاجات دي اللي هي المسح والتنظيف. جبت بقى جرد المية وحطيت فيه معلقتين كده ودوبتها في المية وشطفتهم بيها، بس كده ده المكون اللي يخلي الحاجة ريحتها تحفة. لو عندك حاجة زي كده استخدميها، اي حاجة معطر لوشن للجسم قديم استخدميها في كده. البديل له بقى